لا تقلي انك اجيت من غير موعد. تمام، ما في مشكلة. شو اسمك؟ طيب، شو مشكلتك؟ جاي لعندي لحتى تعرف مشكلتك؟ ايه ايه، انا دكتورة كتير شاطرة كمان. طيب بدي اعرف شغلة، انت شو بتحس؟ يعني بتحس هيك بحزن، بألم نفسي؟ شو هي المشاعر الغالبة عليك لحتى اخد فكرة يعني وافهم عليك؟ تمام. السؤال الأول، بتحس التعب النفسي بيظهر على وشك؟ يعني بيبين عليك؟ اوكي، جاوب. حاول تختصر بليز لأنه ما عندي وقت. اختصر الإجابات. ايه بعرف. تمام. لما بتبكي بتعرف ليش عم تبكي ولا ما بتعرف؟ تمام. خلينا نروح على السؤال يلي بعده. يا الله، لحظة لحظة، رفيقتي عم تدقلي. خلينا نتجاوز هالسؤال. الو، اهلين مريم، كيفك؟ شو اخبارك؟ عم بسمعك. بدنا نلتقى بعد شي نص ساعة، انا قاعدة مع مريض بالعيادة. نلتقى بالكافيه. حلو حلو، تمام، ما في مشكلة، بنلتقى. يلا بشوفك. اوكي، بعدين. خلص مريم، انا هلأ مشغولة، بدنا نعطيلن شوي اهتمام لمشاكلن النفسية والعقلية. بتعرفي بمجتمعاتنا ما كتير مهم الحالة النفسية للمريض. ما في مشكلة. يلا بحاول خلص الجلسة بأسرع وقت ممكن وبشوفك. تمام، اوكي، باي. يلا ديري بالك على حالك. اوكي. عذرا، هي صديقتي عم تتصل فيي. بنروح على السؤال اللي بعده. بتحس جواتك في شي عم يختفي شوي شوي؟ بدي أعرف شو إحساسك يعني، كأني مهتمة. أوكي، نروح للسؤال اللي بعده. بتحس إنك عبء على حدا؟ هيك يعني تقيل على حدا، تقيل يعني؟ أوكي، خليني أكتب إجابتك. هالأسئلة مو مهمة كتير، بدنا نتجاوزها. نروح على السؤال يلي بعده. في شي بتحس انك خسرته من نفسك؟ هيك شي خسرت حالك، شعور. اوكي. بتحس الحزن. لحظة لحظة، الو، شو بدك؟ في مريض تاني؟ يفوتي لجوا، ناخد 2، بنختصر الوقت احسن شي. ما كتير مهم الموضوع، عنده شوية اكتئاب، ما في شي محرز. اوكي اوكي،
عندك مشكلة؟ تمام، ما رح ناخده. خلاص، ما في مشكلة، ما رح ناخد المريض التاني. اوكي، الو، خليه برا، ما يفوت. المريض اللي جوا قال لي انه بحس بقلق، ما مرتاح يحكي قدام حدا. ننتقل للسؤال اللي بعده. بتحب تكون لحالك ولا مضطر؟ وقت تكون لوحدك بترتاح ولا بتغرق بأفكارك؟ اوكي، بتخاف من الليل لأنه بيذكرك بذكريات قاسية ولا عادي؟ تمام. بتحس في صوت جواتك عم يناديك وما عم تقدر تسمعه؟ لحظة، أنا مهمتي إني أطرح الأسئلة، ما مهمتي إني أشرح لك. سكيب. بتحس إنه ما في مكان بتحس فيه بالأمان؟ أنا هون بطرح الأسئلة من غير شروحات. إذا بدك أشرح لك بدك تدفع أكتر. إيه، لأنه ما معقولة مش عم تفهم علي. ماني معصبة، عادي، خلص بنعمله سكيب. بتحس نفسك غريب وسط الناس اللي بتحبهم ولا لا؟ سكيب، عادي. بتحس انه التعب صار طبيعي وجزء من حياتك اليومية؟ يعني بتحس انه حالك دايما تعبان حتى لو ما عملت شي هيك كتير تعبان ومنك قادر يعني تعمل روتين يومي أو فهمت علي؟ هلأ إذا ما فهمت علي مضطرة أني أتجاوز السؤال. ما معقولة كل مرة أسألك سؤال بتقلي اشرحي لي إياه. ايه، خلاص. السؤال اللي بعده. بتحس النوم صار هروب أكتر من راحة؟ اوكي، تمام. بتفكر انه حياتك احيانا كأنك عم تتفرج على احداثها، يعني مو حاضر ذهنيا؟ اوكي، بنروح للأسئلة اللي بعدها. انا كتير دكتورة شاطرة وبقدر الاشياء وبقدر انه الانسان تعبان ومحتاج لراحة. خليك مرتاح بس ما تعبر كتير. اوكي، نسيت اسألك سؤال. شو اسمك؟ كم عمرك؟ اي والله نسيت، خليني اكتبه. لما بيصير شي حلو بحياتك بتخاف انه يروح؟ اللي بعده. بتحس في شي جواتك صار مطفي؟ أنا كمان والله كنا تعبانين. بتحس إنه أنت عم تتغير لشخص تاني ما بتعرفه؟ أوكي،
بتحس إنه الحياة عم تمشي وإنت واقف محلك؟ عم قلك يعني الحياة عم تمشي، يعني الأحداث عم تصير، الدنيا عم تتغير، وإنت نفس الشخص. فهمت علي؟ والله لا دفعك ثمن هالشروحات اللي عم بشرح لك إياها. إيه عم فهمك، بس إنت ما بتفهم علي. ركز معي، خليك مركز. تمام، إذا سألتك سؤال ركز معي. بسيطة، ماني معصبة، انت متعصبني، خلص سكيب. ما راح اسألك. إذا سألتك مين انت اليوم، شو بتقلي؟ شو تعرف تجاوب ولا لا؟ سؤال تاني هاد. يا الله، بتحس الاكتئاب خلاك تفهم نفسك أكتر؟ بتخاف انك ما ترجع تكون الشخص اللي كنت عليه زمان؟ تمام، بدي استراحة والله. كمان شو أول شي يخطر على بالك لما تحس حالك فاضي من جوا؟ اوكي، بتحس في شي جواتك عم يختفي تدريجيا شوي شوي؟ اوكي، بتحس حالك عم تتعود على الوجع والألم النفسي؟ يعني هيك بتحس حالك انه الحزن والألم مش اشي غريب عليك، اشي متعود عليه. عم بشرح لك انا. تمام، ما رح اشرح كمان مرة. كمان السؤال اللي بعده، كم مرة قلت انا بخير وانت مو بخير ابدا؟ يعني عم تكذب على حالك وعلى الناس كمان. تمام، السؤال اللي بعده، بتحس حالك بتحس في شي جواتك مكسور وما عم تعرف تصلحه؟ هيني عم بكتب إجاباتك، يعني ما معقولة بتحكي كتير وبتسأل كتير. عم بعمل سكيب للأسئلة يلي بحس حالي بعرف جوابها. أنا أصلا دكتورة شاطرة، يعني من أول جواب بعرف. تمام. ألو، أهلين مريوم، تأخرت عليكي. والله هني قاعدة مع هالمريض، إجاني اكتئاب وأنا عم بشرح له. والله إجاني اكتئاب، هني عم بطرح له الأسئلة ويجاوب، وبعدين ما يجاوب إلا بعد ما أشرح له. أي بدك يعني أهتم فيه؟ من إمتى إحنا بالعالم العربي بنهتم؟ هي أنا دكتورة شاطرة، بعرف، شاطرة إني أخذ الإجابات من عند الناس وبس. يلا باي، بشوفك بعدين، اصبري شوي. ايه بحاول اركز معاه. يا الله، عم حاول اركز.
لا تتصلي كل شوي، أنا بتصل فيكي كل شوي. تمام، بشوفك. أوكي. إيه شبكي كلها نص ساعة وبيجيكي. عندي مريض تاني بس ما راح اخده اليوم، كتير مستعجلة لحتى احكي معك، وهيك نقعد نتسلى. اوكي. بعتذر رفيقتي، بدي التقي انا وياها بعد شوي. هلا بدي اسألك سؤال وبدي اياك تركز معي. بتحس حالك انك عم تبذل مجهود كتير كتير كبير عشان تعمل الاشياء او الاكتيفيتيز؟ يعني بتجهد حالك وتقاوم وتصير عم تفكر. تمام. هلأ بدي أعطيك الوصفة اللي لازم تمشي عليها، وبإذن الله راح تصير أحلى. تاخد لك هذا الدواء، كمان هاد. لحظة بس بدي أشوفه على ChatGPT، وتابع فيديوهاتي. بعمل عندي قناة. تمام، هيك راح ترتاح وتصير relaxed. I promise بتصير ما شاء الله عليك. ولا تنسى تجيني الجلسة الثانية، يعني الجلسة اللي بعدها بدنا نشوف إذا انت ارتحت ولا لا. ضروري كتير انك تجي لعندي، لا تغيرني. يعني بقصد يعني الدكتورة يلي فحصتك لأول مرة هي اللي بتجي لعندها تاني مرة وثالث مرة. فهمت علي؟ تمام. اوكي، يلا هلأ بقولك مع السلامة. انا رح اشوف رفيقتي. تفضل، مع السلامة. يلا مع السلامة.